هيرة الخبير الاقتصادي دكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي. أهلا ومرحبا دكتور علي. في سبيل أنسنة هذا الموضوع إذا صح التعبير شعبيا وفي الشارع المصري، ما الذي يعنيه تسجيل الجنيه المصري ثالث أسوأ عملة بعد سريلانكا والأرجنتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لحضرتك وكل الساده المشاهدين الكرام. خلينا نقول طبعا مزيد من التراجع لسعر صرف الجنيه امام العملات الاجنبيه وبالاخص امام الدولار الامريكي، وده طبعا بينتج عنه للاسف الشديد مزيد من الارتفاعات في معدلات التضخم. وده يمكن احنا تابعنا يمكن التقرير اللي كان خرج من الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، وكان معدل التضخم وصل ل 19.2% في نوفمبر الماضي، وده الاعلى معدل تضخم على مدار 5 سنوات ماضيه. للأسف الشديد مع استمرار تراجع سعر صرف الجنيه يعني ذلك مزيد من الارتفاع في معدلات التضخم. البنك المركزي أخذ خطوات الفترة الماضية، جزء منها مرتبط بطرح شهادات بفايدة يمكن تاريخية 25% سنويا، وكمان الحكومة ابتدت تاخد مجموعة من الإجراءات مرتبطة بتوقف لحركات السفر الخارجي للعاملين في الجهاز الإداري للدولة إلا في حالات الضرورة القصوى، طبقا لما يرى رئيس الوزراء. عدم البدء في مشروعات جديدة يكون لها أو جزء منها مكون دولاري، وده برضه الغرض منه الترشيد في النقد الأجنبي، والعمل على طبعا تنمية مصادر النقد الأجنبي بالنسبة للاقتصاد المصري، سواء على مستوى الصادرات أو السياحة أو تحويلات المصريين من الخارج وقناة السويس، بجانب طبعا السعي لمزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية سواء كانت مباشرة أو كانت غير مباشرة. واضح جدا أن الجنيه المصري تأثر بشكل كبير جدا، مش هقول حتى من الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن للأسف الاقتصاد المصري تعرض لمجموعة كبيرة من الصدمات المتتالية، بجانب كمان خطة الإصلاح الاقتصادي كان ليها تأثير على تراجع سعر صرف الجنيه، زي ما كان ليها تأثير إيجابي على تحسن عديد من المؤشرات الاقتصادية في مصر، أبرزها طبعا معدلات النمو الاقتصادي وحركة التنمية الاقتصادية اللي الدولة قامت بيها. لكن طبعا واضح جدا ان احنا شفنا من 2016 سعر الصرف اللي كان الدولار بيعادل 8 جنيه 88 قرش، بعد كده بعد قرار التعويم وصل لحوالي 16 جنيه، وبعد كده تراجع لحوالي 15 ونص، وبعد كده طبعا مع كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والصدمات المتتالية شفنا يمكن في الوقت الراهن ازاي ان كمان مع مفاوضات صندوق النقد الدولي كان هناك إصرار واضح من جانب الصندوق على استخدام سعر الصرف المرن وعدم تدخل البنك المركزي في دعم العملة الوطنية. وده اللي احنا شايفينه يمكن خلال الأيام الماضية، القفزات الكبيرة جدا اللي بتحدث. احنا وصلنا النهاردة لحوالي 27 جنيه و55 قرش مقابل الدولار، وده بيأثر طبعا بشكل واضح على معدلات التضخم وبالأخص بالنسبة للسلع الغذائية، وده يمكن لأن هيكل الاقتصاد لا يستطيع إنتاج كافة السلع الغذائية التي يريدها أو يطلبها السوق. يعني أبرزها حتى القمح احنا بنستورده، واحنا من أكبر الدول في العالم استيرادا للقمح. طيب يعني حضرتك دكتور لربما وصفت من الناحية الاقتصادية إذا صح التعبير ما جرى على موضوع العملة، لكن يعني لنقل موازاة لهذه القراءة مع حالة الشعب أو وضع الشعب المصري ومع ازدياد هذا التضخم وارتفاعه، هل هناك من إجراءات معينة يمكن الأخذ بها في سبيل لنقل منع احتكار بعض السلع الغذائية وما من شأنه بالتأكيد الوقوف إلى جانب المواطن المصري؟ الدولة طبعا اتحركت الأيام القليلة الماضية وبالأخص وزارة التموين على إقامة المعارض اللي بتوفر السلع الأساسية
بالنسبة للمواطن. معرض أبرزهم طبعا أهلا رمضان، احنا بنتكلم على كل محافظة في مصر بتمتلك كحد أدنى 5 معارض، وفي محافظات أخرى زي المنيا على سبيل المثال عندها أكثر من حوالي 9 معارض. المعارض ديت هي جزء طبعا لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة أو أسعار عادلة إنجاز التعبير، وتخلق نوع من أنواع المنافسة بيشارك فيها عديد من الشركات من قبل القطاع الخاص. اتمنى كمان يمكن او بقترح ان حتى المبادرات ديت يتم كمان استخدام يعني تطبيق الكتروني او خدمه توصيل عبر للمنازل. دي كلها يمكن افكار هتعظم بشكل كبير من الاستفاده من المعارض ديت، بدل ما هي تكون معارض ثابته او حتى لو كانت متنقله بعض الشيء. ده يمكن جهد. في نفس الوقت الدوله مستمره بسياسات الدعم اللي بتقدمها، سواء دعم على السلع التموينيه او حتى عدم التحرك خلال الاشهر الماضيه في اسعار الكهرباء او اسعار المحروقات. متوقع طبعا الفتره اللي جايه ان ممكن تتحرك نتيجه طبعا ارتفاعات في التكلفه، لكن بتحاول قدر المستطاع الدوله ان هي تسيطر على معدلات التضخم. هناك البعض من الاقتصاديين كانوا بيلوموا يمكن البنك المركزي على استمراره في رفع اسعار الفايده او طرح للشهادات الاستثماريه ذات العائد التاريخي ال 25%، لكن هي الدوله وضع هدف رئيسي امامها هو السعي لتراجع معدلات التضخم. وعلى فكره مش مصر بس اللي بتتحرك على التحرك ده، احنا شفنا الولايات المتحده الامريكيه اعلنتها للعالم كله انها هتستمر في رفع اسعار الفايده حتى يتراجع معدلات التضخم. ومع تراجع معدلات التضخم ابتدت وتيره الرفع بالنسبه لاسعار الفايده ابتدت ان هي تتباطأ، وبعد كده متوقع الفتره اللي جايه ان يحصل نوع من انواع التثبيت ثم تراجع في اسعار الفايده. مفيش دوله في العالم او اقتصاد في العالم بيبقى هدفه ان هو يرفع اسعار الفايده، لانه يعلم تماما ان له تاثير سلبي على مناخ الاستثمار، لكن هو هناك أولوية مرتبطة بالتضخم واللي بيؤثر بشكل واضح على مستويات المعيشة، على مستويات الفقر، بيأثر على مناخ الاستثمار. فبالتالي الدولة بتتحرك بمنتهى القوة على السعي لتراجع معدلات التضخم، لكن خلينا نكون صادقين القول أن التضخم المستورد له تأثير كبير جدا على ما يحدث في مصر. تراجع سعر صرف العملة وتراجع بعض المصادر الدولارية أكيد مؤثرة بشكل سلبي. الجزء الآخر هو غلطة إنجاز التعبير ذلك خلال فترات ماضية، وهو نعم التعويل على الهوت ماني أو الأموال الساخنة داخل الاقتصاد المصري، ودي كانت مشكلة أساسية. كل الاقتصاد المصري دلوقتي بيدفع ثمنها، لأن الاقتصاد لابد أن يعول على استثمارات حقيقية واستثمارات مباشرة على أرض الواقع. نكتفي بهذا القدر وشكرا جزيلا إذن من القاهرة الخبير الاقتصادي دكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي. سامحنا.